مساء الفل واهلا بيكم الحلقة السابعة مسلسل العدالة وجه اخر. حلقة كلها مفاجآت. اولها كده، تفتكروا ايه اللي اتعرف علشان مصطفى ولينا ويوسف يبقوا موجودين وبيتحقق معاهم في الاسم؟ يلا بينا نشوف ملخص احداث الحلقة. فؤاد كل ما يلاقي خيط جديد في حكاية ميرنا يمسك فيه علشان يحاول يبعد ابنه بأي طريقة. مش بس كده، ده بيلمعه ويظهره ويعمل المستحيل عشان يتكلم عنه في البرنامج بتاعه. الست دي تبقى حماة عصام، بتبدأ كلامها ان عصام هو اللي خلص على ميرنا. ايه الدليل؟ بتحكي بقى حكاية بنتها وبتطلع صورة وتوريها له. بنتها كانت زينة البنات والكل كان بيحكي ويتحاكى بجمالها وأخلاقها. عصام بقى جارهم دخل عليها بالحنية والجدعنة لغاية ما أعجبت بيه وخطبها. مع أول موقف زعل بينهم طلع من النوع اللي التفاهم عنده بالإيد. طبعا البنت فسخت الخطوبة، إنما هو مسكتش، فضل يلف حواليها شويتين بقى جدعانة على حنية. عمري ما هعملها تاني، سامحيني، بحبك، دي مرة وعدت. البنت بقى صدقته واتجوزوا، إنما اللي فيه طبع عمره ما بيغيره. عاشت معاه حزينة وتعيسة كام شهر كده، ومرة من المرات ما عدتش بسلام، إنما تسبب مستديمة. طبعا بقى من قهرتها فرقة الحياة، عشان كده الست متأكدة إن عصام هو اللي عملها. فؤاد طبعا ما ينفعش يسيب فرصة زي دي تعدي من إيده. قال لها عندك استعداد تيجي البرنامج وتحكي كل اللي انتي قلتيه ده؟ وافقت من غير تفكير، ما عايزة أجيب حق بنتها. أول ما رجع البيت بيحاول يهدي المواضيع بينه وبين داليا مراته، وبيقول لها تعالي نتعشى بره، لكن ما قدرش يصالحها زي كل مرة بهدية وعشوة حلوة زي ما بيعمل. قالت له لا أنا اتعشيت خلاص، تصبح على خير، وبتسيبه وتطلع. يوسف بيطلب يقابل لينا ومصطفى، وفوق سطح المبنى في الجامعة واقف مستنيهم وفي ايده موبايل ميرنا وبيحاول يفتحه لكنه بيتقفل تاني. أول ما وصلوا مصطفى بيقول له عايزنا في ايه؟ مش اتفقنا ان مفيش بينا كلام تاني؟ بيصدمهم ويقول لهم موبايل ميرنا معايا ولازم نفتحه علشان نمسح كل الصور والفيديوهات والارقام والحاجات اللي عليه. مصطفى بيقول له انت عايز تودينا في داهيه، الموبايل ده لازم نكسره. ولينا بتقول له انا مش شايفه اي مشكله من الحاجات اللي على الموبايل، احنا زمايلها وعادي جدا يكون لينا صور فيديوهات معاها. مصطفى بيقول له قول لنا بقى من الاخر كده، انت مش عايز تمسح اللي عليه ولا حاجه، كل موضوع انك عايز تشوف ميرنا كانت مصاحبه مين. فبيرد عليه يوسف ويقول له وافرض يعني. روح مكتب الضابط طارق، عرفوا ان موبايل ميرنا اتفتح وحددوا المكان، وبمنتهى السرعة راحوا على الجامعة في اللحظة اللي يوسف لسه ماسك الموبايل وبيحاول يفتحه. شافهم هم داخلين بيداري نفسه عن طارق. ولينا بقى كلمها بسرعة وقال لها الحقي البوليس هنا في الجامعة. عرفوا ان الموبايل اتفتح، عرفي مصطفى بسرعة واتصرفوا. هي طبعا راحت مكلمة مصطفى، وما عملوش حساب ان طارق شايف كل اللي بيحصل ده في الكاميرات. شاف يوسف وهو خارج بسرعة من الجامعة وشافهم هم كمان. اتحركوا بقى كلهم بعربياتهم وخرجوا بره الجامعة. مصطفى بقى بيكلم يوسف ويقول له شفت وصلتنا لفين، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ فقال له انا اتصرفت خلاص، مشيت ومعايا الموبايل، ومش لازم خالص ان احنا نتكلم دلوقتي ولا نتقابل. ما ادالوش فرصة انه يرد وقطع المكالمة. لقوا بقى الضابط هاني في وشهم، خدهم هما الاتنين على الاسم، وبعد كده بيروح للضابط طارق ويعرفوا اللي حصل، ويقول له كمان ان هما معرفوش لسه يوصلوا ليوسف. هو بقى راح مكلم داليا وسألها انت فين، عرف انها في مكتبها في الجامعة. راح حكى لها كل اللي حصل وقال لها لازم تجيبي يوسف وتيجي على الاسم علشان مطلوب للتحقيق. قلقت جدا بتحاول توصل ليوسف عشان تفهم منه ايه هي الحكاية، لكنه ما بيردش عليها وبيكنسل. وبتحاول تكلم فؤاد لكنه برضه ما بيردش عليها، اصله في اجتماع. انما ندى بقى هي اللي بتكنسل، واول ما بيخلص بتقول له ان داليا اتصلت بيه كذا مره، بسرعه كلمها. قالت له الحق يوسف. يوسف بقى روح على الفيلا بسرعة جدا بيحاول يشحن موبايل ميرنا علشان يفتحه، لكنه ما بيلقطش شحن ولسه ما بيتفتحش. وبتخبط بقى مامته عليه وبسرعة بيخبي الموبايل بالتيشيرت بتاعه ويسيبه زي ما هو في الشاحن. وبتسأله ايه اللي خلاك تمشي اول البوليس ما وصل الجامعة؟
قال لها ما ده انا كنت في محاضرة ومشيت، انا ما اعرفش ايه الموضوع ده. قالت له قول الحقيقة، ليك علاقة بموضوع ميرنا ولا لا؟ قال لها انا مش فاهم اي حاجة خالص. قالت له طب خلاص، لازم اخدك ونروح لطارق علشان يحقق معاك. رفض. قالت له لو ما رحتش بنفسك هيجي ياخدك من هنا. خرجوا بقى وساب الموبايل في الشاحن ومتغطي بالتيشيرت زي ما هو. كل ده بقى وفؤاد ما كانش يعرف اي حاجة من اللي حصلت. ولما بيكلم داليا عرف ان هم رايحين على القسم علشان التحقيق، اتخض وقال لها ازاي تعملي حاجه زي كده من غير ما تقولي لي؟ طارق طالب يوسف علشان يحقق معاه، هات بقى محامي وتعالى لنا على هناك. قال لها محامي ايه؟ هو مش محتاج اي محامي، الموضوع كله سؤالين ثلاثه مش اكتر، ده كان زميلها في الجامعه. انت ليه مكبره الموضوع قوي كده؟ ليه؟ ما تقلقيش. مرعوب لانه عارف الحكايه كلها من يوسف. لينا ومصطفى محطوطين كل واحد فيهم في حجز لوحده، أما يوسف بقى فبيوصل مع داليا. وبعد شوية بيجي فؤاد وبيطلب من داليا تقعد ترتاح علشان عايز يقعد يتكلم طبعا مع يوسف ويفهم ايه اللي حصل بالظبط. حكاله بقى الكارثة اللي عملها، انه راح مكتبه في القناة وخد الموبايل بتاع ميرنا، ولما حاول يفتحه وهو في الجامعة البوليس عرف مكانه. قال له وديته فين بعد كده بقى، وقال له انه موجود في اوضته بيتشحن. ما بقاش عارف يعمل ايه فؤاد، يروح يجري على الفيلا يشيل الموبايل منها ولا يفضل جنب ابنه بدل ما يعك الدنيا. في نفس ذات الوقت بقى الضابط هاني خد موبايلات لينا ومصطفى وينقلوا كل اللي عليهم عشان يعرفوا ايه اللي فيهم بالظبط. وسأل عن موبايل ميرنا اتفتح ولا لسه، قال له متابعين واول ما يتفتح هنعرف في لحظتها. ونروح بقى نشوف شكري أبو منى راجع بيته مكسور، ولما سمر سألته مالك فيك إيه؟ قال لها إن هما بيتغمزوا ويتلمزوا على ميرنا في الراحة والجاية، مش عارف يرفع راسه من كلامهم. قعدت بقى تطبطب عليه وتهدي فيه وتقوله ربنا هيظهر الحقيقة، بنتنا شريفة وما عملتش أي حاجة من اللي بتتقال. داليا وفؤاد قاعدين مع يوسف فاكرين انهم هيحضروا معاه التحقيق، لكن طارق بقى صدمهم وقال لهم انه هياخد يوسف لغرفة تانية علشان يحقق معاه. اتخضوا، قال لهم ما تقلقوش هتكلم معاه شوية وارجعه لكم تاني. المفاجأة بقى الكبرى، موبايل ميرنا اتفتح وبيبلغوا طارق انه موجود في فيلا فؤاد السرجاني. وخلصت على كده الحلقة، واشوفكم بخير الحلقة الجاية والى اللقاء.